سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة سهلة وبسيطة وتجي خفيفة وبزاف بنينة، اللي هي وصفة الكيك او الموسكوتشو، كل واحد كيفاش يسميها. اذا راح نحتاجو 2 حبات بيض، 6 ملاعق كبار سكر، 6 ملاعق كبار زيت، 6 ملاعق كبار حليب. انا كما راكم تشوفوا جاوني في هاد الكيله الصغيره. وراح نسحقوا فانيلا بودغ ولا ليكيد، وكيس خميره كيميائيه. كما نعرفوا كل 2 حبات بيض يقابلهم كيس خميره كيميائيه، وعندي كيس سكر فانيلا اختياري، وملعقه كبيره من العسل راح يخلي الكيك تاعكم يجيكم ماشي ناشف ويجيكم شغل راهو مشرب، والفرينه حسب الحاجه. اذا كما راكم شفتوا خلطت مليح هذاك البيض مع قرصه ملح في الاول بالفويبر. كما تقدروا تستعملوا الباتور، راح يسهل عليكم العمليه. كي نحسوا انه البيض تاعنا تبدلت لا كولور تاعو وتضاعف حجمه، راح نضيفوا السكر ونكملوا في الخلط حتى يولي لون الخليط ابيض. بعدها نضيفوا كامل السوائل مع الخلط المستمر، وبعدها راح نضيفوا النواشف، ودائما نغربلوهم هكا باش نضمنوا انه ما يفوتولناش هذوك الحبيبات في العجينه، ويجينا الكيك تاعنا او الجاتو تاعنا ثقيل هكا من الداخل. نكملوا نخلطوا حتى نتحصلوا على هاد القوام. خلوا لاباط تاعكم شويه ليكيد، ما ديروهاش ثقيله باش ما يجيكمش الجاتو تاعكم معجن وثقيل. وهنا ضيفوا الاضافات اللي تحبوهم، من زاس سيترون ولا زاس دورانج ولا لي بيبات دو شوكولا. انا راح ندير شويه زبيب، راح يضيف له ذوق رائع. وهنا البنات في هذا الاثناء كنت شعلت الفرن تاعي لاعلى درجه باش يسخن، وجبت لو مول تاعي اللي راح ندير فيه لو كيك ودهنته بالزيت والفارينه. هنا خلطوا الزيت هذاك والفارينه مع بعضهم هكا باش ما تشكلكمش هذيك الطبقه اللي تجي محروقه وباينه تاع الفارينه في الكيك بعد ما يطيب. وندخلو للفرن، نقصلو على 180 درجه، ونحطو في الرف الفوقاني هكا راح يطيب لكم من التحت ومن الفوق مع بعضها. وباش ما يهبط لكمش الكيك تاعكم ما تفتحوش عليه الباب حتى مرور 10 دقائق، يعني خلوه داخل الفرن. نقصوا الفرن تاعكم وخلوه يطلع بغرضو ويطيب من الداخل. لو كان تفتحوا عليه راح يهبط لكم كامل وما ينجح لكمش الكيك تاعكم. واكيد بعد ما تشوفوه تحمر من لي كوتي ولا من الفوق ومن التحت كيما انا يطيب لي من الفوق ومن التحت، دخلوا الكوردون باش تشوفوا الى طاب. الى خرج لكم الكوردون تاعكم ناشف معناتها راهو طاب. هنا بعد ما طاب لي الكيك تاعي شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. زينته تزيين خفيف بالشي اللي كان موجود عندي في المنزل. درت له شوكولا اتارتيني ودردرت عليه شويه نواه كوكو. صدقوني البنات يجي رائع وبزاف خفيف، يعني وصفه سهله وبسيطه ونحبوها للقهوه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. سلام.